السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أم ندى تتحسد يا جماعة، وعندها ربع فرخة النهاردة، عازمة اليوتيوب كله على ربع الفرخة ده. ماشي، وكيسين مكرونة جايين في التومين، وهنعمل غدا النهاردة نسلك في الأيام اللي احنا فيها، والبروتين وحشنا. هنعمل ايه بقى؟ فجبت ربع الفرخة اللي هو الورك، قطعته زي ما انتوا شايفين كده. الاول خليناه من العظم، وسبته شويه في الفريزر عشان اعرف اقطعها حلو كده وانا ماسكاها. وبعد كده مش سبتها شويه، يعني في حد جه فرحت حطها في الفريزر. لما الناس مشيت عشان مش عارفه ان احنا عندنا ربع كيلو لحمه، ربع فرخه قصدي. فقلت بقى ايه، احطها في الفريزر عما الناس تمشي عشان مش يقعدوا يتغدوا معانا. ف انا بهزر طبعا. فالمهم بقى ايه، طلعت كده ربع كيلو اللحمه، كيلو ربع لحمه ايه، ربع كيلو الفرخه اللي هو قاطع دلوقتي تلاقيه عامل له 100 جنيه. ما شاء الله، يعني كيلو الفراخ بقت ب100 وحاجه. فربنا يسترها يا رب ويعديها علينا بخير وعليكم يا رب. فجبت بقى حله كده وقلت ايه، نعمل شويه مكرونه نتغدى بيها، وكله كده في حله واحده، ونعدي الايام اللي زي الفل كده مع بعض. ربنا يفرجها علينا يا رب وعلى المسلمين ويفرجها على اخواتنا في غزة والناس كلها، يعني الحمد لله. الحمد لله. هي المكرونة اصلا بقت غالية يا رخرة. المهم، حمرت المكرونة كده، ورحت بقى بعد ما حمرتها فضيتها في صينية. ما انا عايزة اوفر في كله بقى، في مواعينه وفي حلل وفي كله، يعني مش عشان شوية مكرونة وسخ المواعين كلها. المهم بقى ايه، فضيتها في صينية زي كده، وهنزل بالفراخ اللي انا قطعتها احنا في الحله اللي احنا كنا عاملينها للمكرونه. ومسكتها بقى كده، شوحتها اديتها تشويحه حلوه. حط لها شويه توابل محترمين كده، اي توابل عندك بتحبيهم ما فيش مش مشكله. حته قرن فلفل ما فيش مش بصوا، الدنيا راحت نور. شويه الكمون قد كده، يقولك اقل حاجه ب20 جنيه، فانت سلكي نفسك. تمام. فالحمد لله عملتها. يعني تمت المهمة بنجاح. عملنا مبكبكة، بس مش مبكبكة، يعني هي عاملة نفسها مبكبكة، فاهمين انتوا؟ او ممكن نقول عليها مقلوبة بالفراخ. اه، فراخ ولا مش فراخ؟ فراخ. فالحمد لله يعني كانت مية مية. قطعنا الفراخ كده، وقطعنا حطينا بصلاية. البصل كيلو بصل ب30 جنيه، وفص توم. وربنا كرمنا برضو وحطينا لها طماطم. وربنا يكرمنا. ايه ده، ماجي كمان، ما شاء الله ما شاء الله، نص مكعب ماجي. وسبتها بقى ايه تتسبك. وبعد كده ايه، بس الصراحة كانت حلوة، بس لو كانت الفراخ زيادة شوية كانت تبقى تحفة تحفة تحفة. وشوية شوربة كانوا في الفريزر، طلعتهم وايه، وفكيتهم كده زي ما انتوا شايفين، عشان برضو يعني نطعم المكرونة عشان العيال تعرف تاكل. وحطيت بقى، نزلنا بالمكرونه بتاعتنا كده، ما شاء الله زي ما انتم شايفين. حاجه تحفه كده، وحاجه والله تفتح النفس. ولازم نضحك على الايام اللي احنا ماشيينها دي. خلينا العيال تفك كده، هنعمل ايه؟ وكان بقى كيسين مكرونه بقى، غدا وعشاء، كفونا غدا وعشاء ما شاء الله يعني. وكانت حاجه زي الفل. ظبطنا المكرونه بتاعتنا واستوت معانا. وما شاء الله كانت مفرفره اهي، من كتر ما هي حزنانه على نفسها. فالحمد لله رضا على كل اللي ربنا يجيبه. وكانت برضو مطعمة الشوربة، واخدة من الشوربة كده، وكان طعمها بجد والله حلو. بس كانت عايزة بقى شوية بطاطس جنبها مقلية. لا، الزيت والبطاطس غالية، مش مشكلة. هي كده حلو، هي كده حلوة، ومشوا بيها. وحطوا لنا لايك. ماشي، باي.